انا مدرسه، فانا اوريدي بحب الشرح. لو استفدت شويه بيقولوا لي اقف. الكتاب، الكاتبه بتاعته بدأته لما حست ان احنا مش فاهمين ليه بنتسيطر علينا، وليه في ناس بتبقى عرضه للسيطره وناس لا. فقررت ان هي تدخل ديبر وللاعماق وتحاول تفهمنا امتى بيسيطر علينا ومين هي الشخصيات اللي عرضه اكتر للسيطره. خلينا متفقين ان احنا لما بنتحط تحت السيطره احنا بنبقى شركاء في الجريمه دي، ما بنبقاش المسيطر، مش هو متحمل المسؤوليه كلها، احنا بيبقى لينا احنا كمان معاه يعني يد في ان احنا نبقى تحت السيطره دي. احيانا لما بنقع تحت السيطره بنحاول نبين للمستغل مشاعرنا، تأذيتنا، ان احنا متضايقين، ان اللي بيعمله ده غلط، ودي حاجه مش بتقدم ولا بتأخر، لان اللي بيسيطر على مخه بيبقى مستمر فيه وما بيحاولش يغيره نتيجه ان انا اتأذيت او كده. حاجه كمان بتسبب ان انا اقع تحت السيطره جامد هو شعوري بالعجز. بيجيلي مرحله كده اقول مش قادره اقاوم، ما انا مش عارف اقاوم، ما انا قاومت مثلا وجربت مره ان انا اقول لا، وكانت النتيجه ان الاخر ابتدى يهاجمني او غضب او اتضايق او عمل حاجه من الاساليب اللي هنعرفها بعد كده، فبحس بالعجز فبستسلم. بحس ان وقوعي تحت السيطره اسهل من مقاومتي، فبالتالي بستسهل ان انا استسلم. الكتاب قايم على 3 محاور. اول حاجه بيساعدني ان انا افهم الطريقه اللي بيتحاول يسيطر عليا بيها. الحاجة التانية بعرف الجوانب في شخصيتي اللي بتبقى عاملة زي المغناطيس اللي بتجذب الشخص المستغل ليا. تالت حاجة ازاي بقى اقدر اقاوم واتخلص من السيطرة دي. في سؤال مهم جدا، هو مين اللي معرض للسيطرة؟ هل في حد معرض للسيطرة وحد لأ؟ حقيقة احنا جميعنا بلا استثناء معرضين للسيطرة وان احنا نستغل، لكن علشان نبقى برضو واضحين، في ناس عندها مناطق رخوة في حياتها ومناطق ضعف بيبقى عندها زي المغناطيس كده بتجذب الأشخاص المستغلة أكتر من ناس تانية. الكتاب عامل حاجة لطيفة قوي، هو مدينا 4 كيس هيستوريز، وفي آخر الكتاب خالص بعد ما شرح لنا كل حاجة مدينا الحلول للكيس هيستوريز دي. أول قصة بتاعت بوب وساندي، خلينا هنحاول نحفظ الأسماء علشان لما نقول الحل بعد كده تبقى في دماغنا. بوب وساندي دول ارتبطوا، هي كانت بتشتغل في حتة في أمريكا وهو كان في لوس أنجلوس، حتة كانت بعيدة عنها خالص، ولأن هو كان محقق نجاح كبير جدا في شغله فقرروا ان هم يرتبطوا، فهي قالت انها تضحي وتروح معاه في المنطقة اللي هو عايش فيها. فلما اتنقلت معاه للوس أنجلوس ابتدت المشاكل. قرر مرة ان هو يخرج مع اصحابه ويحجزوا جولف ويلعب، قلبت بوزها واتضايقت وابتدت تتخانق، ابتدى يخضع ويلغي. المرة اللي بعدها ابتدت تتضايق اكتر وتعلي المطالب، فابتدى يجيب هدايا اغلى. كل شوية هي بتعلى بالمطالب وهو يحاول يرضيها، وتحولت الحياة لكم من الخناقات والكآبة، ولحد ما هو راح طلب المشورة وطلب المساعدة. هنوقف عند النقطة دي، هنكملها في آخر البرزنتيشن خالص. تاني قصة هما جام وسالي. جام وسالي اتجوزوا، وسالي كانت عيلتها صغنونة، هي وأختها بس وباباها ومامتها، وجام كانت عيلته كبيرة جدا. سالي كانت مرتبطة ارتباط جامد جدا بمامتها، ومامتها كانت يوم الجمعة ده يوم مقدس لاجتماع العيلة، مفيش حاجة اسمها حد ما يجيش. فجان بقى يقول لها طب أنا عايزة أروح لعيلتي. بقت الأم تقلب وشها برضو، تتضايق وتكتئب وتعيط، انتوا ما بقيتوش تحبوني، جوزك عايز يجي يبعدك عني، جوزك همه بس انك تبقي معاه وانا لا، وانا اللي تعبت فيكي وانا اللي ربيتك طول حياتي، ويا حبيبتي يا بنتي. حتى الاجانب بيعملوا كده زينا بالظبط. حتى الاجانب زينا بالظبط. فضلت الست دي تحاول لحد ما حملت، وبقت حاسه بمسؤوليه ناحيه طفلها ان هو لازم يبقى ليه علاقه كمان باهل باباه. نقطه الام كانت دايما ان عيله بابا كبيره قوي وهم هياخدوكي مننا، وانا اولى بيكي، انا عيلتي صغيره، انا ما عنديش غيرك انتي واختك، هتسيبوني؟ حرام عليكي. فكانت دايما دي كانت نقطه الخلاف ما بينهم. نتنقل للقصه الثالثه، ارني وفرانسيس.
ارني كانت سمساره وكانت بتتدرب في شركه عقارات، وفرانسيس قال لها انت متميزه، انت رائعه، انت فيش زيك. خدوا بالكم من كل كلمه لان الكلام ده بيستخدم للاستغلال. انت تحفه، علشان كده انا بفكر في فكره، انا هاخدك وهخليكي شريكه معايا بنسبه، بس هتتحطي تحت الاختبار 6 شهور. بعد الاختبار ده انا على طول هنبقى شركاء. فضلت ارني تنحر في نفسها وتشتغل بكل طاقتها ال6 شهور دي، لدرجه ان كان بيجي الوقت عليها الساعه 12 بالليل وما روحتش، هي عايزه تروح. فكانت تكلمه يقول لها ما تنسيش انا حطك تحت الاختبار، انتي رائعه. جت بعد ال6 شهور هو ما بيتكلمش، جت تفتحه في الموضوع، راح مزعق ومتخانق وقال لها انت ازاي انت ازاي ما تفتكريش ان انا عندي ما عندكيش ثقه فيا، انت ازاي تقولي لي الكلمه دي، ما انا وعدتك. طب ايه؟ لحد ما اكتشفت، هو كان دايما يقول لها انا عندي ارتباطات تانية، انا عايزك تساعديني عشان انا عندي ارتباطات مع مراتي حامل وعلى وش ولاده، فانا لازم ابقى معاها ولازم اساعدها. وكل مره يكلمها يقول لها معلش انا كنت مع مراتي. لحد ما مره جالها تليفون من مراته، قالت لها هو فين؟ قالت لها هو مشي بدري. وهي كانت بتكذب، وهي كانت، هو ما جاش طول اليوم وما جاش بقاله كام يوم. هي كانت فاكره ان هو بيبقى في البيت مع مراته، وهو ما كانش بيبقى في البيت. هو مشهور بعلاقاته النسائيه، مشهور جدا ان هو بيبقى اي واحده بيشتغل معاها بيعمل معاها علاقه وبيشيلها هي الشغل. هي الحقيقه ما كانتش في علاقه معاه، بس هي كانت متايحه له الفرصه ان هي شايله الشغل عنه وهو سارح براحته في الحته اللي هو عايزها. اخر حاجه مراهقات بشعات. الاب والام كان عندهم بنوته حلوه في سن المراهقه، والاب ده كان مخرج سينمائي في هوليوود، وقرر ان هو ما كانش عايش في هوليوود، كان عايش في الشرق. بعدين قرر ان هو يتنقل لهوليوود علشان خاطر ياخد فرصه اكبر. واتنقلت بنته بعد ما كانت واخده وضعها ما بين اصحابها في مدرستها ومعروفه لمدرسه تانية. المدرسه التانية دي هي قررت ان هي تبقى فيها مشهوره زي ما كانت في مدرستها. فتعمل ايه؟ اقصر طريق ايه؟ قررت ان هي تتعرف على مجموعه بنات اللي هم اكثر شهره في المدرسه، بحيث ان هم ياخدوها معاهم فتتشهر. بنات دول كانوا مراهقات بشعات، كانوا من اكتر الناس المستغله في الحياه. الاول ابتدوا بالتريقه عليها، بالتريقه على لبسها. قالوا لها ايه ده ايه ده، انت فلاحه، انت جايه من حته تانية من امريكا مش زينا، احنا الستايل احنا. فابتدت تنزل تجيب لبس كتير عشان تبقى زيهم. ابتدت تحاول تعزمهم علشان يقربوا منها، فبقت تروح الكافيتيريا مثلا تطلع الفلوس، يقوموا طالبين حاجات كتيره وهي اللي تعزم. وبعدين قالوا لها بصي انت عايزه تبقي صاحبتنا، اوكي، الحل انك انت تعملي لنا داي يوز في اكبر اوتيل في البلد. فكان اللي بيحصل ان هي بتروح تعيط لمامتها، انتوا اللي جبتوني هنا، انتوا اللي سيبتوني مدرستي، انتوا سيبتوني صحابي، انتوا مسؤولين انكم تجيبوا لي صحاب تانيين وتدفعوا علشان اخد صحاب تانيين. فابتدت البنت تضغط على الام، والام تضغط على الاب، والاب لا حول له ولا قوه، فابتدى يدفع. عملت لاصحابها حفله كبيره جدا، وكانت منتظره ان تاني يوم في المدرسه هي هتبقى التوب. الحقيقه هي راحت تاني يوم المدرسه لقيتهم مدين لها ظهرها، وخلاص احنا خدنا منك اللي احنا عايزينه، مش عايزين حاجه تانية منك. خلونا اخر البرزنتيشن خالص نشوف حصل ايه مع الاربع حالات دول. طيب، هل انت عرضه للسيطره والاستغلال؟ طب انا اعرف منين اذا كنت انا عرضه للسيطره والاستغلال ولا لا؟ في سيرفي كده او اسئله المفروض ان احنا بنجاوب عنها، وبعد ما بنجاوب عنها بنعرف من طريقها اذا كنا احنا عرضه للاستغلال والسيطره ولا لا. زي مثلا انت تقدر تقول لا؟ انت رابط قيمتك باللي بتحققه للناس؟ هما الحقيقه كانوا 40 سؤال فانا ما كتبتهمش، حسيت ان هما كتير، بس ممكن نحطهم بعد كده لوحدهم. هل مثلا انت
اما بتحس بقيمتك من الحاجات اللي بتقدمها للناس التانية، يعني انت من كتر ما بتقدم خدمات انت بتحس انك كويس. طب لو انت قلت لحد لا بتحس باضطراب. طب حد نقدك وقال لك انت مش حلو في الحكايه دي، بتحس انك اتهزيت. طب هل انت بتدور على الرضا في عينين كل الناس اللي بتقابلهم؟ دايما في كلمه مفتاحيه هي كل ولازم. هل انا كل الناس لازم تحبني؟ هل انا لازم احظى بالحب من كل اللي بتعامل معاهم؟ هل ما ينفعش اي حد يقول عني حاجه سلبيه؟ مجموعه الاسئله دي بتطلع لنا نسب، ومن خلالها بعرف اذا كنت انا تحت الاستغلال او انا عرضه للاستغلال او انا واقف على ارض صلبه مش اي حد يقدر يستغلني. الاهم من كده ان انا اعرف ايه نقط الضعف اللي بتخليني اخضع للاستغلال ده من الناس. احنا اتفقنا ان احنا كلنا عرضة للاستغلال، لكن في اشخاص اكتر من اشخاص تانية. وفي 7 حاجات هي 7 نقط ضعف المستغل بيشمها من بعيد، ولما بيشمها بيقدر زي كانت اول صورة انه يشد الخيوط، وزي اسم الكتاب انه يقدر يحركني ويعرف ان انا مساق من النقط. نقط الضعف ال7 هي احنا كنا قايلين حاجات شبههم في الاسئلة دي. اول حاجة انت مريض بالرغبة في ارضاء الاخرين. انا كل همي في الدنيا ان انا ارضي الاخرين، انا عايش عشان اشوف التانيين عايزين ايه واعمله لهم، مش مهم انا عايز ايه، المهم الناس التانية عايزة ايه. انت اسير الرغبة في نيل القبول والاستحسان من الاخرين. انا ما بحسش ان انا عايش الا لما اسمع كلام المديح. كلام النقد بيتعبني، كلام النقد بيوجعني بيأذيني، ممكن ما انامش، ممكن افضل طول اليوم مقريف علشان حد قال لي إيه انت ما عملتش ده صح. تالت حاجة رهاب العاطفة والخوف من المشاعر السلبية. يعني ايه؟ اصل انا لو قلت لا هيزعلوا مني، اصل انا لو قلت مش هعمل كده هو هيقلب وشه، وانا ما بستحملش الخناق، ما بحبش الخناق. فدي مشاعر سلبية، انا مش قادر استحمل المشاعر السلبية، اصلها هتعيط، فانا مش عايز اي نوع من المشاعر السلبية. بقى عندي رهاب من المشاعر دي. الذات الهلامية. الذات الهلامية دي بقى اللي هو انا اصلا انا مش عارف انا مين وفين. ودي طبعا اساس فيها هي الطفولة، لان انا وانا صغير ما خدتش صورة قوية عن نفسي. الصورة بتاعتي عن نفسي كانت ملخبطة، ما كنتش عارف هل انا حلو ولا وحش. مرة يعنفوني قوي، مرة يبوسوني قوي، اللي هو انا اتبسطرت. فانا بقت عندي ذات هلامية، مش عارف لها اول من اخر، مش عارف انا بجد شخصية قوية، انا شخصية شريرة، انا شخصية صعبة، انا شخصية حلوة. فالدنيا عندي ما كانتش واضحة. قلة الحسم وعدم القدرة على الرفض، زي ما احنا قلنا ان انا ما بقدرش اقول لا حتى لو على حساب نفسي. هدخل بس قصة كده بتاعت حاجة انا عارفاها تخدم الموضوع ده شوية. كان عندي حد من اصحابي المفروض ان هي ما بتعرفش تقول لا، ما بتعرفش تقول لا لحد، ما بتعرفش تقول لا لولادها. فكانت بنتها طالبة منها انها توصل صاحبتها عشان معاها العربية. و انت مش عارفه انتوا عارفين المنطقه اللي هناك بقى مدينه نصر والحتت دي، هي ساكنه في مدينه نصر، والكلام ده كنا في النادي في عند المطار، وصاحبتها في النزهه الجديده. فهي هتروح توصل النزهه الجديده وبعدين ترجع لحد مدينه نصر. لا ما قالتش لا، مش عارفه تقول لا. فالمهم يوميها عربيتها عطلت. قلت لها يا حبيبتي كلمي ام البنت قولي لها مش هعمل كده. قالت لي لا ما اقدرش. اقول لها ايه؟ حبيبتي كلميها قولي لها عربيتي عطلت. لا مش هقدر. فخدت اوبر لحد هناك، لحد وبعدين في الاخر هي بتلبسها برنيطه ان انا دي خدمه، لان هي مش قادره تقول لا فبتستخدم اسلوب دي خدمه. بس هي الحقيقه هي مش خدمه، هي لو تقدر تقول لا كانت قالتها، بس هي ما عندهاش القدره انها ترفض ولا لبنتها ولا للست. ضعف الاعتماد على الذات دي بتبقى شخصيه هلاميه، فهي شايفه ان هي اقل من ان هي تاخد اي خطوه او تعمل اي حاجه. هي ما عندهاش ثقه في نفسها، شخصيه مش عارفه هي مين اصلا، مش عارفه حدودها، مش عارفه امكانياتها، فبالتالي هي ما عندهاش القدره ان هي تعتمد على نفسها وتقول انا اقدر اعمل كده.
فبتدور دايما على حد تستخبى معاه يعني، او يقودها. موضع السيطرة الخارجي ده معناه ان انا دايما حاسس ان انا مسير مش مخير. ف اصل انا ما اقدرش اعترض، اصل يعني في قوة اقوى مني، في حاجة خارجية هي اللي بتسيرني. القرار مش نابع مني، الاكشن مش انا اللي باخده، انا دايما محطوط في مركب واللي بيسوقها. فدي السبع حاجات، العلامات اللي بتقول ان انا ابقى عرضة للسيطرة. طيب هنسيب الشخص اللي هو الغلبان اللي هو تحت السيطرة، وهنيجي للشخص المسيطر. هو ليه بيعمل كده؟ ايه اللي بيخليه يفكر اصلا ان هو يعمل كده؟ هو واعي. اوكي، ايه، في ناس بتقول ان هو واعي، يعني في دراسات بتقول ان هو واعي، في ناس منهم فعلا مش بيبقوا واخدين بالهم، وفي ناس بتبقى واخده بالها وعامله نفسها مش واخده بالها، فهي بتبقى بتحاول تداري. بيبقى الشخص المستغل بيحاول يكذب على نفسه وبيقول ان انا يعني انا بعمل فيفر في الشخص ده، بساعده، هو مش واخد باله. فدايما يحاول، يعني هنعرفها بالتفصيل في السلايدز الجايه. الشخص المستغل بيستغل علشان هو بياخد مكافأة، هو بيلاقي ريورد في الآخر. هو لما بيستغل شخص بيجني ثماره، فبيبقى فرحان قوي باللي حصل. علشان كده الحل عشان أوقف الاستغلال هو إن أنا ما اديلوش المكافأة. يعني عشان أقطع العلاقة بيه، فأنا أبطل أديله المكافأة. فلما أبطل أديله المكافأة، يا إما هينسحب ويشوف ضحية تانية أسهل يستغلها، يا إما هيتوقف عن الاستغلال. ودي تقريبا بتحصل بنسبة بسيطة جدا. هو في غالبا يعني أما ببطل أديله أما ببطل أبقى تحت سيطرته، هو بينسحب ويدور على ضحية تانية أسهل منه. وأنا بحاول أنسحب وبحاول أدافع عن نفسي، في شوية حاجات لازم أحطها في اعتبار. الشخص المستغل ده شخص بارع، صعب جدا ان انا اتغلب عليه. هو ذكي، فانا بصعب ان انا اتغلب عليه، فلازم ابقى عارف ما احاولش استذكى. يعني احاول اتبع الخطوات اللي الكاتبه هتقولها لنا، لكن ما احاولش استذكى عليه يعني واعمل نفسي ناصح. انتبه لما يفعله الشخص لا الى ما يقوله. ليه؟ لان الشخص المستغل غالبا يستخدم عبارات رنانه زي اللي انا كنت لسه قايلاها في المثال بتاع ارني وفرانسيس. انت رائعه، انت جميله، انت ما فيش زيك، انت ممتازه، انت متفوقه. كلام سهل، لكن في الاخر هو بيعمل ايه؟ هو رامي عليا الحمل كله. يبقى دايما اخد بالي من اللي بيعمله مش من اللي بيقوله. ما تسأليش عن الاسباب اللي بتجعله يتصرف هكذا. ما عقدة في الصغر، هعمل ايه؟ مش هتفيدني حاجة ان انا اعرف اذا كان هو معقد في الصغر ولا لا. المهم هتصرف ازاي، الخطوة الجاية ايه. ليه بقى؟ لاني مش هعرف اغير الشخص ده. يعني انا مش في سلطتي دايما وانا بتكلم عن اي شخص مؤذي او اي علاقة مؤذية، ابقى عارف ان انا مش سلطتي، ان انا مش الشخص ده مهم بالنسبة لي. المهم انا اتصرف مع نفسي انا. فبالتالي لانك مش هتعرف تغيره، فما تحاولش تقول له انت ترضى انك تبقى تحت الاستغلال ده، انت ترضى انك تتعامل المعامله دي، لان هو مش هيحط نفسه مكانك. وليه برضو هنعرفها الحته الجايه. امال اعمل ايه؟ لتعطيل اساليبه اتغير انت. لسه قايلين الحل الوحيد هو انت مش هو. الفوكس يبقى على نفسي، الفوكس يبقى على الخطوات اللي هاخدها مع تغييراتي، مش معاه. هو مش هيحط نفسه مكاني، هو مش هيتغير، هو مش هيهتم بالمشاعر بتاعتي. اهي، لا تضع طاقتك، ما تضيعش طاقتك في انك تحاول تشرح له مشاعرك، لانك مهما شرحت له قد ايه الاذى اللي انت متعرض له، هيقول لك معلش. دي الدوافع بتاعت السيطرة. هو عايز يحقق مكاسب، زي ما قلنا بياخد مكافأة، بيحقق نفوذ. بيبقى عنده عقد وهو صغير، فبيحس بمشاعر التفوق، بيحس ان هو عنده سيطرة. ومشاعر السيطرة دي
لو هي مش موجودة في حياته بيحس انه مهزوز وانه مش عارف يتصرف. عشان كده لو انت فلتت من تحت ايديه هو هيدور على ضحية تانية يسيطر عليها، لانه ما ينفعش يعيش في علاقة هو مش فيها اللي ماسك الخيوط. هو لازم يمشي يعمل كده، ماسك الخيوط. فالثلاث دوافع دول لو انت كسرتهم له هو اكيد هينسحب من العلاقة دي، وفي الحالة دي انت اللي كسبان. هل يفهم راغبو السيطرة دوافعهم؟ هما فاهمين بقى ان هما عايزين يعملوا كده، والحقيقة هما بيلبسوا دوافعهم ماسكات لطيفة قوي. بيقول لك انا بعمل كده عشان مصلحتك، بعمل كده عشان بحبك، انا بعمل كده عشان انا عندي خبرة عنك، انا بعمل كده علشان انت ما تعرفش كل حاجة وانا المعرفة بتاعتي اكبر. فبالتالي هو بيستخدم دايما كلمات رنانة حلوة، ملبسها الشابو الحلوة بتاعت الهدف النبيل. اكيد مش بيقولك انا وحش وانا هستفيد من وراك. هو دايما بيعرف يلبس كويس الشابو للهدف بتاعه. وهو الكاتبة الحقيقة بتعيد وتزيد في نفس الكلمة، ان معرفته ان هو مستغل مش هيخليه يغير رأيه في حاجة. الحاجة الوحيدة اللي هتغير رأيه، الحاجة الوحيدة اللي هتنجدك من العلاقة دي، انك انت اللي تتوقف انك تبقى شخص تحت الاستغلال، مش انك تعرفه ان هو مستغل. اوكي؟ يعني التغيير يتم نتيجة تحول في النتائج وليس وضوح الرؤية. يعني علاقتك بيه هيحصل لها تغيير لما ما ياخدش هو المكافأة بتاعته، مش لما تقول له انت مستغل، بص انت مستغل ازاي، بص انت اذيتني ازاي. ده وضوح الرؤية ده مش هيغير حاجة في النتيجة. اللي هيغير هو النتيجة. هو ما بقاش ياخد المكافأة بتاعته، ما بقتش تنفذ له طلبه، ما بقتش تنساق للكلام بتاعه. ففي الحالة دي هو ممكن يتغير وينسحب. احنا قلنا الجزء ده اللي هو ان هما بيلبسوها بورنيطة المعرفة، الايثار والكرم. ده انا من كرمي بعمل لك كده، ده انا من حبي فيك، ده انا مسؤوليتي ان انا احميكي واخليكي ما تروحيش شغل، ده انا مسؤوليتي ان انا اصرف عليكي. فعشان كده انت مش من ولا تتعلمي ولا تتعبي نفسك. انا شايف ان انت تقعدي في البيت معززة مكرمة وانا اجيب لك اللي انت عايزاه. انا شايف ان انت ما تخرجيش مع الناس دول عشان هم وحشين، انت مش واخده بالك ان هم وحشين، انا عارف اكتر منك ان هم وحشين. فبالتالي دي الطرق والحاجات الحلوه، البرانيط اللي بيلبسوها المستغلين عشان يعرفوا يسيطروا عليه. طيب مش يمكن هم ناس حلوه وعايزه مصلحتي؟ طب مش يمكن اصحابي اللي انا عايزه اخرج معاهم دول بجد ناس لطاف وماما مش فاهمه كده وهي مقفوره؟ طب مش يمكن هما ناس وحشه وماما عايزه مصلحتي؟ اعرف منين ان انا واقع تحت تاثير استغلال او ان حد بجد كويس؟ اعرفها من شخصيه المستغل. شخصيه المستغل بيبان ان هو مش مديني فرصه اتنفس، مش مديني فرصه اخد قرار، هو دايما مسيطر عليا. اعرفها من التاثير السلبي اللي انا حاسس بيه. انا حاسس بان انا ما بتقدمش، انا حاسس ان انا بخسر، انا حاسس ان العلاقه واقفه عليا بخساره. انا زي السالي دي، مش فاكره كان اسمها ايه، اللي هي كانت بتسهر في الشغل للساعه 12 ومش عايد عليا الموضوع بحاجه. انا بصرف فلوسي وبجيب هدايا ومفيش حاجه بتحصل لي. في تاثير سلبي. ديناميكيه العلاقه انا مش مبسوط، انا ببقى شايل هم ان انا هقابل الشخص ده، انا ببقى مخنوق جدا في المعامله معاه. العلاقه ما هياش رايحه جايه، هي علاقه لود عليا. فده كله بيخلي اشارات تنور في مخي، يا جماعه انت مش ماشي صح، يا جماعه في مشكله مع الشخص ده، العلاقه دي رايحه اتجاه غير المفروض تمشي فيه. ايه اللي بيساعد على التغيير؟ اما بفهم اللي بيحصل جوايا، اما بفهم واسيطر اكتر على تصرفاتي وانفعالاتي، بقدر اوصل للتغيير. بقدر اوصل للتغيير لما
الفهم ده يعمل لي زي انذار مبكر ان انا اكتشف الاشخاص اللي ناويين يستغلوني قبل ما ادخل معاهم في علاقات. يعني لو كانت السمسارة دي عندها هذا الجهاز بتاع الانذار، اكتشفت ان هو بعد اول مرتين ثلاثة ان هو سايبها شايلة الشغل كله، هو بيدور في حياته مع نفسه، كان لازم في الحالة دي تقف. كانت هتوفر على نفسها عناء شهور طويلة من التعب والمجهود. علشان كده وانا بحاول اتغير للمرة الألف انا بركز على نفسي، مش بركز على الشخص المستغل. بركز على الخطوات اللي هعملها مع شخصي مش مع الشخص المستغل. انواع الشخصيات المستغلة عندنا 9 انواع من الشخصيات، هي اكتر شخصيات معرضة ان هي تستغلنا. الشخصية الميكافيلية، ميكافيلي قال ان الحاكم مثلا مش مقيد ان هو يتبع المبادئ والحاجات اللي ده حاكم يعمل اللي هو عايزه. ليه؟ لمصلحة المحكومين. اذا الغاية تبرر الوسيلة. الشخصيات دي هي اكتر شخصيات ممكن تكون مستغلة. الشخصيات دي بتبقى مش عايزة تقول الحق. يعني مثلا إيه انا عملت المجهود ده علشان هو المفروض ان عملت المجهود ده علشان اوصل للحاجة دي، لا ده انا عملته علشان خاطر مصلحة الشغل، انا عملته علشان خاطر بكرة المصالح هتبقى مقفولة والنهاردة كان احسن، مش بقى عشان مثلا كنت عايزة امشي بدري لان حاجة ورايا. فدايما ما بيقولش الحق، ما بيقولش بيبرر لنفسه كل حاجة، ان الحرب معتبر نفسه في حرب وان الحرب يصح فيها استخدام اي سلاح ممكن للمصلحة. فدي اول شخصية. الشخصية التانية وهي الشخصية النرجسية. هو اصلا المفروض الناس تبقى موجودة عشان تخدمني اساسا. يعني انتوا بتقولوا في ايه؟ انت ازاي تفكر انك انت ما تساعدنيش؟ وهو مين في الكون يستاهل ان هو يتساعد غيري؟ انا ثم انا ثم انا. فدي الشخصية النرجسية بتدور على الناس اللي هي تستغلها لان هي عارفة كويس قوي ان هي تستاهل كل المساعدة والحاجات الحلوة اللي في الدنيا. الشخصية الاعتمادية. طب وهي الشخصية الاعتمادية احنا مش لسه قايلين ان الشخصية الاعتمادية هي شخصية بتجذب ليها المستغلين؟ يبقى الشخصية الاعتمادية بتبقى لما ما بتعرفش توصل اللي هي عايزاه بتعمل ايه؟ بتعمل ابتزاز عاطفي، فتعيط وتصوت وتقولك زي مين المثال؟ الام اللي كانت العريس والعروسه لسه متجوزين وكانت بتستعطفهم كل يوم جمعه ان هم يجوا عندها وما يروحوش لاهل الزوج. الشخصيه المدمنه بكل انواع الادمان طبعا بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تلاقي اللي هي عايزاه. الشخصيه المضاده للمجتمع هو اصلا شخص كاره المجتمع، شايف ان المجتمع ده ما يسواش اي حاجه، اذا اي حد في المجتمع لازم يخدمه. يعني اساسا هو مش طايق نفسه، انتوا كلكم كده مش طايقكم، فانتوا كلكم لازم تخدموني، انتوا كلكم لازم تسعوا انكم تقدموا لي كل المساعده والا انا ههاجمكم. يعني انا بهاجم. فده دايما بياخد اللي هو عايزه بالاكراه، هو بيتخانق مع دبان وشه كده، فهو اي حد ما بيعملوش اللي هو عايزه بيزعق معاه. انا كنت راكن هنا الاول، ده دوري، انت ازاي تدخل دوري؟ انتوا ما هنا المصلحه ما فيهاش اي نوع من انواع الاحترام للقوانين. وهو اول واحد مش محترم القوانين واول واحد حاطط نفسه واخد اي دور حد تاني. الشخصيه العصبيه اللي هي لا، تقولي لها لا، يعني ايه لا؟ ازاي تقولي لا؟ وتبتدي تزعق وتتنرفز، مفيش حاجه اسمها كده. فدي شخصية عصبية عمالة تتعصب وتزعق وعلى المال على بطال، فبالتالي هو بياخد اللي هو عايزه بالطريقة الطفولية، كأن احنا رجعنا لمرحلة الطفولة تاني اللي هو يدبدب في الأرض ويعيط ويقلب وشه ويتخانق. فدي الشخصية العصبية. الشخصية الحدية بقى هي شخصية مش عايزة رفض، يعني مش عايزة حد يقول لها لأ. هي شخصية يعني مش بتتعصب بسهولة، بس هي
تتحول من السكون للعصبية او للحدية في وقت قليل. فاول ما تقول لها لا او اول ما تقول لها حاجه تبتدي تقلب وشها وتبتدي تتضايق وتبتدي تاخد اكشنز. فدي عشان تتجنب الرفض احنا بنقول لها حاضر برضو، علشان ايه؟ نبعد عن نفسنا التغييرات اللي بتحصل فيها دي. العدوانيه السلبيه، ماما انا هنزل مع اصحابي. لا لا يا ماما انا لازم انزل. طيب اتفضل انزل. ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا ماما؟ يا ماما ردي عليا. هي ماما خلاص قفشت. فهي بتعمل عدوانيه سلبيه. هي لا بتزعق ولا بتعيط ولا بتبتز عاطفيا، او هي بتبتز بطريقه سلبيه. هي بتقفل، ما بتردش، ما بتتكلمش، بتاخد اتيتيود سلبي بس بطريقه انها تضغط عليا ان انا انفذ اللي هي عايزاه. طيب بيعمل ايه الشخص ده او ال9 اشخاص دول؟ بيبتدي يوعدوني بمكافأة. هديكي الترقية اللي انت عايزاها، هتجوزك، يعني احنا هنقعد مع بعض شوية واحنا مخطوبين كده وهو نرتبط وهتجوزك، هنسافر في الحتة اللي انت عايزاها. نفضل نوعد نوعد نوعد، وبعد كده تبتدي تعترضي، يبتدي يهددك بخسارة المكسب اللي انت ما خدتيهوش. مش هتجوزك، انا كده هزعل، مش هتاخدي الترقية وانت كنت اديتهاني، مش هديها لك. فنبتدي نيجي للأذرع اللي هو ماسكها، هي ذراع المكافأة وذراع السحب المكافأة، وهو ما ادانيش مكافأة بس هو بيهددني بيه. دي الطرق اللي بنستخدمها. الحاجات اللي بيستخدموها عادة هو المال، فلوس هتاخدها في زيادة في المرتب، نفوذ هتترقى أو المكانة، العلاقة الجنسية، الاستحسان، هحرمك من الكلام الحلو اللي بقوله، الحب، مش هنرتبط، قبول، هكرفك، مش هتبقي واحدة من الجروب بتاعنا. الصحبة، إعادة الثقة. عادة هو بيبدأ بالوعود وبعد كده بيهدد بالخسارة. هو بيبقى عايز مني ايه؟ بيبقى عايزني اعمل حاجة او يمنعني من حاجة. يا اما عايزني مثلا اسمع الكلام، اشتري، ياخد الفلوس بتاعتي، اكون محوشة حاجة، فده هو بيبقى عايز حاجة يعني. او يمنع من ان انا اعمل حاجة، ما تشتغليش، ما تخرجيش، ما تقابليش اصحابك، ما تسيبنيش وتمشي، ما تروحش تتعشى عند مامتك. كل الحاجات دي بتقع تحت دائرة المنع. اي علاقة في الدنيا ممكن يحصل فيها استغلال، علاقة أسرية، علاقة شغل، علاقة حب، علاقة أكاديمية، زمايل، أصحاب، أي علاقة في الدنيا ممكن يحصل فيها علاقة الاستغلال دي. المستغل بيبدأ بطريقة الفتنة والجاذبية. انت جميلة، انت حلوة، انت مفيش زيك، انت ما اقدرش استغنى عنك. فالكلام الحلو بيبتدي يخليها تاخد ثقة فيه وتبتدي تستنى بقى تحقيق الوعود. احيانا بتبقى الارتداد الى الاسلوب الطفولي، اللي هو لما ما اقول لا يتقمص ويزعل ويتخانق ويغضب ويعيط. احيانا الامهات بتعيط لما البنت ترفض مثلا ان هي تسيب جوزها وتروح تبات عندها. احيانا امهات تبقى بتطلب كده فبتبتدي تعيط وبنرجع للارتداد الطفولي. المعاملة الصامتة، اللي هو بتجاهل اللي قدامي، ما بردش عليه، زي ما دلوقتي ما بيعملوش لايك، مش هعمل لك لايك على البوست بتاعك. الإقناع، أفضل نيجوشيشن لحد ما اللي قدامي اعمل اللي انت عايزه، خلاص انا مش هتناقش، اوكي اوكي اوكي، عشان اوفر على نفسي تعب الاقناع الفظيع. تقليل من شأن الذات، اللي هو ما انا ما استاهلش، عارف لو انا استاهل كنت انت عملت كل اللي انا عايزه، بس انا ما استاهلش، انا مش قد المقام،
انا مش انا الشخص اللي انت تسيب اصحابك وتقعد معاه. فدي طريقة برضو بنستخدمها لان انا اضغط على الشخص اللي قدامي. اخر حاجة الكره والاجبار. مش هتعمل كده، ولو عملت كده هتتضرب. فبالتالي الشخص اللي قدامي بيخاف وبيستسلم. دي الطرق. كده كام طريقة؟ 1 2 3 4 5 6 طرق بيستخدمها الشخص المستغل للسيطرة عليه. احنا اتفقنا ان مين اللي عرضة للسيطرة؟ الجميع. وفي شخصيات اكتر من شخصيات تانية، وفي اوقات في حياتنا بنبقى عرضة للسيطرة اكتر من اوقات تانية. يبقى الجميع عرضة للسيطرة. 7 نقط ضعف بتخليني عرضة للسيطرة اكتر من حد تاني. الحاجة التالتة، في اوقات في حياتي ببقى عرضة للسيطرة اكتر من وقت تاني. مراحل المراهقة والنمو والتغييرات ببقى فيها عرضة للسيطرة. اما بكون ببلان لحدوث تغيير في حياتي، انا ببلان ان انا هغير شغل، هغير بيت، هتجوز، بتبقى الاشخاص اللي حواليا تبقى لهم يد في السيطرة عليا. عندما يطرأ على حياتي تغيير مهم، سواء كان كويس او وحش، خلفت، حد من العيلة مات، الحاجات دي بتسبب ان برضو اللي حواليا عرضة للسيطرة. فمثلا في حد كان بيعاني من مشاعر فقد الأب والأم، وكانت من أصعب المشاعر اللي هي بتقولها إن أنا تعرضت لسيطرة خلاني بعد وفاة بابا وماما. إن أنا بقيت مش معايا حد، فبالتالي هما كانوا بيسيطروا عليا أكتر من أي وقت. كنت حاسة بحريتي أكتر مع بابا وماما. فالحاجات دي بتمثل برضو فترة عدم استقرار. دي كلها فترات ببقى فيها عرضة للسيطرة أكتر من الأوقات التانية. كمان لما بيبقى عندي حاجة خايف أخسرها، بتبقى ده الخطاف، أو حاجة عايزها قوي، بيبقى ده الخطاف اللي بيشبكني بيه الشخص المسيطر. فأنا دلوقتي عندي نقاط ضعف، أو في فترات تغييرات في حياتي، أو أظهرت للي قدامي إن في حاجة أنا عايزها قوي أو خايفة أفقدها قوي. مثلا مدير في الشغل عارف إن أنا امرأة أعول وما عنديش حد يصرف علي، ولو سبت الشغل هتبقى كارثة. إذن هو قد يستغل النقطة دي ويزود عليا أعباء الشغل، ويهددني إن هو ممكن يسيبني الشغل، لأن ده الخطاف اللي أنا اديتهوله في إيديه وبينتله إن أنا مش هينفع إن أنا أسيب الشغل. او حاجه اكون عايزاها بشده، انا عايزه مرتبي يزيد. اوكي، انت عايزه مرتبك يزيد، تمام، لازم تحققي الحته دي، لازم تخلصي التارجت ده، مرتبك مش هيزيد. اذا ده الخطاف اللي انا بيستخدمه للسيطره عليه. اليات السيطره والاستغلال. اول حاجه هي بتمشي ببطء. هو ما بيجيش يسيطر ويقول لك هي انا المسيطر، لا طبعا. هو بيبتدي بالراحه، يبتدي بالكلام الحلو. مفيش حد مسيطر بيبتدي بالضرب، وبيبتدي دايما بالكلام الحلو، بيبتدي بالإقناع، بيبتدي بإن هو يحط السنارة ويستنى، والسنارة هتشبك، لكن مش بيستعجل عليها. فهو بيثير الاهتمام بالبطء، وبعد كده يستخدم المكافأة، وبعد كده يحرم من المكافأة. قبل ما اشرح طرق السيطرة هحكي لكم على تجربتي. التجربة الأولانية، هم جابوا صندوق اسود، صندوق ابيض، وحطوا فار في الصندوق الاسود، وابتدوا الصندوق الاسود فاضي والفار جعان، والصندوق الابيض فيه حته جبنه. اوكي، وفتحوا في باب في النص، الفار ممكن يفتحه ويدخل من الصندوق الاسود للصندوق الابيض. فضل الفار يشمشم ويجي يمين ويجي شمال لحد ما فتح الباب وراح رايح واكل الجبن. وحسبوا الوقت اللي لقاه الفار، وكرروا التجربة كذا مرة، وحسبوا الوقت اللي لقاه عشان يطلع من الصندوق ده للصندوق ده. تمام؟ دي أول تجربة. دي اسمها التعلم بإيه؟ تدعيم الإيجابي. إن الفار لقى الجبنة. طيب، إيه التجربة التانية؟ إحنا جبنا فار، حطينا العلبة السوداء والصندوق الأبيض جنبه.
المرة دي مفيش جبنة، المرة دي في كهرباء في أرضية الصندوق. فابتدى الفار يعمل ايه؟ يدور بسرعة على حتة يهرب منها، فراح رايح معدي على الصندوق الأبيض اللي ما فيهوش كهرباء. هنا السرعة في الاستجابة كانت في التجربة الأولانية ولا التجربة التانية؟ يعني الفار في التجربة الأولانية لقى الباب بسرعة ولا الفار في التجربة التانية؟ التانية. ليه؟ لأن التدعيم السلبي اللي هو باخد معاه عقاب بيبقى أسرع، بيبقى أقدر إن هو يتحط في المخ ويتخزن في المخ أكتر. لقوا أصلا إن الفار بعد كده ما بيتحط في الصندوق الأسود ده من غير كهرباء هو بيفضل يجري 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 ويقوم طالع من الباب. هو خلاص اتحط جواه إن هو إيه؟ هيجي له الكهرباء، فهو أول ما بيدخل المكان ابتدى يطلع منه بسرعة علشان خاطر يهرب من السيطرة دي. التدعيم المتقطع هم جابوا الصندوق وحطوا حمامة، والحمامة جعانة، وابتدت ان الحمامة دي لما بتضغط على حاجة بينزل لها حتة اكل، مش فاكرة ايه الاكل، مش معقول جبنة، الحمامة ما بتاكلش جبنة، يعني اكل بينزل لها بذور يعني. لكن الحقيقة هي الحمامة مش بتنزل لها البذور اول ما تضغط، هي مرة تنزل لها ما تضغط، مرة لما ترفرف، مرة لما تخبط هنا، مرة. فما بقتش الحمامة فاهمة، بس هي استمرت تعمل حركات في كل الاتجاه، لعل وعسى يكون حركة منهم هي اللي جابت الأكل. فده تدعيم متقطع، يعني مرة تكافئ ومرة لأ، مرة تعمل التأثير ومرة ما يعملش التأثير. العقاب معروفة، أنا بعاقب على حاجة سواء عقاب زي ما قلنا بقى ان انا ما بديش المكافأة، او العقاب ان انا بقلب وشي، او ان انا بتخانق، او التعلم بالصدمة مسكته اديته علقة محترمة وسبته، فهو كده انا عملت له خلاص صدمة، هو مش هيكرر الموقف ده تاني. فدي الطرق اللي بتستخدم للسيطرة. الفار التجربة اسمها بي اف سكينر، والقفص معروف بالاسم ده، والحمامة برضو كانت اسمه سكانر، عمل نفس علشان اوصل لخطوات التحرير. احنا اتفقنا دايما ان انا علشان اعمل تغيير في السلوك لازم اعمل تغيير في المفاهيم، علشان اغير مشاعري اغير مفهومي، يعني عشان اغير سلوكي واغير مشاعري لازم اغير المفاهيم اللي جوه دماغي الاول. فاول مفهوم خالص قلناه ساعد اللي قدامي ان هو يسيطر عليا، اول سلايد خالص كنت بقول ان انا عاجز، ما عنديش القدرة على اتخاذ القرار، قليل الحيلة. فلازم ابقى عارف ان انا مش عاجز، ان انا عندي القدرة لكن انا اللي ما بستخدمهاش. فاحط وازرع جوه دماغي فكرة لا، انا عندي القدرة ان انا اغير، عندي القدرة وانا اللي بديله المساحة، وانا بارادتي اشتركت فيه. مشير كان زمان ادالنا مثال ان الست كانت قالوا لها لو ما اتجوزتيش الراجل ده هنموتك. فهل هي هنا مجبرة؟ لا، هي عندها تو اوبشنز، انها ترفض او توافق. صحيح لو ما وافقتش ممكن تموت، لكن هي عندها اوبشن انها ترفض. فانا عندي، لكن انا اللي حاطط في دماغي ان انا مش هقدر. فلازم الاول ابقى عارف ان انا عندي القدرة، وابقى عارف ان انا اللي بشترك مع اللي قدامي في اتخاذ القرار بتاعي، وان هو يسيطر عليا. وانا لو اعترضت هو هيصدم ان انا بعترض، قد يزعق ويعمل، وقد يصيبه الشلل اللي هو يصدم ان انا بقول لا، فيبقى مش عارف يتصرف. فهو زي ما قلت هو ممكن يبالغ قوي في رد فعله لما انا ارفض الحاجة اللي هو طالبها، ويهدد اكتر ويعاقب اكتر، وممكن ينسحب ويحس بالفشل الفظيع ويختار ضحية تانية بدل ما يفضل يقاتل معايا، وخصوصا لو اصريت ان انا ارفض مرة في مرة في مرة. خد بالك انك انت في الاول خالص عملت عقد مش مكتوب صامت مع الشخص المستغل. انت قلت له من غير ما تحس انك موافق على كل شروطه، وانك انت مش هتقدر تقول له لا، وانك انت مش هتقدر هتستسلم تماما للي هو عايزه. فانت
مضيت العقد الصامت ده. فعلشان تطلع منه لازم تعرف ان ده مش لمصلحتك. هو مختار ستار بيقولك ان ده لمصلحتك، لازم تعرف ان ده مش لمصلحتك، وتحاول تغير العلاقة دي. خليك برضو واعي انك انت لو حاولت تغير العلاقة دي وابتديت تاخد خطوات فيها، اللي قدامك مش هيقولك يا برافو انا كنت مستني الخطوة دي من زمان انك تفوق لنفسك. لا طبعا هو هيقاوم معاك، فما يجيلكش شعور بايه؟ بالاحباط، لان هو مش هيستسلم من اول مرة. انت ضحية سهلة بقالك فترة، فاكيد هيقاوم معاك علشان حاول يسيطر تاني. من اسباب ان هو بيسيطر عليك انك ما عندكش احترام لذاتك. علشان كده الكلمة المفتاحية هي انك تثق في نفسك، تصدق نفسك، تبقى عندك تغير فكرتك عن نفسك علشان خاطر تقدر تاخد قرارك وما تبقاش عرضة للاستغلال. فأول حاجة هي ان اشتغل على نفسي. دي طرق بنستخدمها علشان خاطر، هو معلش انا معرفتش اجيبها من هنا لهنا، هي بدايتها كده. طرق اللي هي اساليب المقاومة. خلينا ناخد مثال. حد من المديرين، او بلاش المديرين، امي طالبه مني ان انا اجيلها واسيب البيت والمذاكره واروح معاها المشوار اللي هي عايزاه عند خالتي علشان خاطر هي مش عايزه تروح لوحدها. فالمماطله من اجل كسب الوقت. طيب يا ماما سيبيني ارد عليكي، هفكر وارد عليكي. لا انت لازم تردي دلوقتي. لا مش هعرف اخد قرار دلوقتي، اديني شويه ارد افكر وارد عليكي. لا انتي ما ينفعش كده. طيب بصي خليني بس حبة كده افكر وارد عليك. افضل اماطل علشان خاطر اطول الوقت واجرأ نفسي اكتر على ان انا اقول لا. انا مش متجرأ اقول لا، واعملها سيناريو واقعد حد قدامي وامثلها واجربها واتخيل ان اللي قدامي ده هيزعق. طب انا هعمل ايه لما هيزعق؟ اقعد امثل مع نفسي لحد ما اقدر اقولها. الاسطوانه المشروخه. الاسطوانه المشروخه بتعتمد على ان انا بعيد اللي انت قلتيه واعبر عن مشاعرك فيه واقول لك برضو حاضر هفكر وارد عليك. اضعاف مشاعر القلق والخوف والذنب. اول حاجه هتيجي في بالنا ايه؟ انا مش بنت بره، ماما محتاجاني عشان تروح لخالتي وانا مش بنت بره. انا دي الثلاث مشاعر اللي بتسيطر علينا لما بنقول لا. قلق، اللي قدامي ما عادش يحبني. خوف، اللي قدامي انا هفقده. انا هموت وانا غضبانه عليكي. احساس الذنب، انا قصرت، المفروض ان انا ما كنتش اعمل كده. فدي الثلاث حاجات اللي بيستخدمها المستغل. علشان كده ابتدي اتكلم مع نفسي ان انا ما قصرتش، وان انا بحط حدودي، وان ما ينفعش ابقى مستباحة من الكل، وما ينفعش ان اي حد يقول لي تعالي معايا حتى لو وقتي مش مناسب اروح معاه. فانا اضعف المشاعر دي جوايا. اعطاء عملية السيطرة والاستغلال صفتها الحقيقية. ما هواش انا في المثال بتاع صاحبتي اللي هي عايزة توصل ده، هي ما ادتش الاستغلال اسمه الحقيقي. هي قالت دي خدمة وانا بخدم. لا انتي مش بتخدمي، انتي بتستغلي. لا انا ما بستغلش، اصلا انا يعني حرام. حرام ايه؟ ما باباها ومامتها موجودين، تسيبيها هي يجوا ياخدوها؟ لا ما مشوار بعيد عليهم. طب فانا لازم ابقى احارب مشاعر القلق والخوف والذنب واسمي العملية باسمها الحقيقي. تعطيل عملية السيطرة والاستغلال دي بقى بعد ما اكون اخدت وقت طويل في الحتت دي وتعودت ان انا بحاول اماطل على قد ما اقدر، ابتدي اوقف، اقول لها لا، اللي انت بتعمليه ده انت بتضغطي عليا، انت بتأذيني، انت مش قصدك انك تساعديني. انا لازم احاول اتعلم ان انا اقول لا فيها. بحط شروطي. اوكي انا ممكن اوديكي عند خالتي في الويك اند، ممكن اوديكي كمان 4-5 ايام اما اخلص اللي ورايا، الوقت اللي انت عايزاه مش مناسبني. فابتدي احط انا شروطي. تفاوض للوصول لحل وسط. انا مش راضيني الوقت ده وانت مش راضيكي الوقت ده،
طب احنا ممكن نوصل انك انتي اطلب لك اوبر، اكلم حد يوصلك. المهم ان احنا نوصل لحل وسط. فاكرين ال7 نقط اللي قلناهم في الاول؟ اوكي، احنا هنقول عكسهم بقى. ازاي اجعل من نفسي هدف صعب؟ هو التعامل مع النقط ضعفي، وهي الخوف من الغضب والصراخ. احنا اتفقنا ان انا كان عندي رهاب العاطفة السلبية. انا بترعب لما اللي قدامي يتضايق، بتلجلج لما احس ان هو هيبتدي يتنرفز. فانا اول حاجة ابقى عارف ان الغضب والصراخ ده نتيجة ايه؟ نتيجة مشاعر عندي انا، وهي دي مش حقيقية. هي بتجيلي علشان انا عندي خوف وقلق وذنب. لما اتعامل مع نفسي في ال3 نقط دول مش هيبقى عندي الخوف من الغضب والصراخ بتاع الشخص الاخر. قلة الحسم وعدم القدرة على الرفض. انا ابتديت اخد خطوات ان انا اقول لنفسي انتي مش مذنبة، ما فيهاش مشكلة لو انتي رفضتي، ما فيهاش مشكلة لو ما رضيتيش تروحي المشوار ده، انتي مش مجبرة انك تروحي ده. فلما اتعامل مع المشاعر بتاعتي وما يبقاش عندي خوف من الغضب بتاع الشخص اللي قدامي، ابتدي اقدر يبقى عندي حسم واقول للشخص اللي قدامي لا. ابتدي اشتغل على نفسي. طب انا زمان هويتي كانت هلاميه، ذاتي هلاميه، مش عارف انا مين، مش عارف انا كويس ولا وحش، عشان كده انا ما عنديش ثقه في نفسي ولا ثقه في قراراتي. فابتدي اكد شخصيتي وهويتي، اشتغل عليها سواء بالقرايه او بالاطلاع بكل انواعه، او بمجموعات الدعم، او بالكونسلنج، او بالتعبير عن مشاعري بالكتابه. المهم ان انا اقدر اوصل لأنا ايه، واقف على ارض شكلها ايه، هعرف اتخذ قراري ولا لا، علشان اقدر بعد كده اقول للي قدامي لا. الاحساس قلناها، الضعف الاعتماد على النفس، ما لان انا ذاتي ضعيفه، انا مش عارف انا مين، فانا عايز اشيل نقطه ضعف الاعتماد على النفس وابتدي يبقى عندي ثقه اكتر في ذاتي وفي قراراتي، زي ما قلنا بالوعي والقرايه والاطلاع والمشوره والمجموعات الداعمه بكل الانواع اللي موجوده دلوقتي على الساحه، يعني اللي بتساعد الانسان ان هو يفهم اكتر نفسه. موضوع السيطرة الخارجية، احنا كنا شرحنا النقطة دي قبل كده، ان انا حاسس دايما ان انا مساق، فابقى عارف ان انا سيد قراري. انا مش ريشة في مهب الريح اينما راحت تاخدها، يعني لا، انا اللي بسير الموضوع. مفيش حاجة اسمها اصل الهدوم ضاقت، الهدوم ما ضاقتش، انا اللي تخنت. فانا لازم ابقى عارف ان انا صاحب الاكشن. لما هعرف كده مش اي حد هيقول لي تعالى هروح معاه بعد كده. كان في كتاب اسمه لا تكن لطيفا بزيادة، فما تبقاش يعني فاكر ان انت لطفك ده هو اللي هيخلي الدنيا تتفتح قدامك. احيانا لازم تبقى واضح كده يعني عندك حدية في كلامك، مش مهزوز كده وحاضر واللي انتوا عايزينه واللي يريحكوا. لا، احيانا انت لازم تشوف اللي يريحك انت، مش اللي يريح الناس التانية. لازم تبقى عارف كويس جدا ان قيمتك موجودة فيك. انت خليقة الله الرائعة الكاملة، والله ما بيخلقش حاجة وحشة. فقيمتك مش في اللي انت بتقدمه للناس، قيمتك في نفسك. اعرف قيمتك فين. اعتقد برضو علشان اعرف قيمتي هي مرتبطة بان انا اعرف شخصيتي واعرف ذاتي واتعرف عليها اكتر وتزيد ثقتي في نفسي، فهعرف قيمتي. هبقى عارف ان انا عندي، كل واحد فينا فيه بصمة الله المختلفة من انسان لاخر، زي ما بصمتنا مش زي بعض، زي ما قدراتنا مش زي بعض، علشان كده كل واحد فينا رائع فيما يخصه. فأنا عندي قيمة مش موجودة عند حد تاني. أعترف قدام نفسي وأقبلها بقيمتها، بضعفها وبوحشتها، لأن إحنا يعني ليس أحد كامل إلا الله. حتى ضعفنا حلو، حتى سقوطنا مش نهاية الدنيا. فأبقى عارف إيه نقط ضعفي ونقط قوتي وأقبلها علشان أعرف قيمتي كويس. احنا اتفقنا ان احنا الشخص الضعيف او الشخص المعرض للاستغلال هو الشخص اللي بيحاول يدور على الاستحسان من كل من حوله. نشيل من قاموس حياتنا كل، ونشيل من قاموس حياتنا لازم، لان مش لازم الاقي الاستحسان من كل الناس، لكن ممكن الاقي الاستحسان من بعض الناس.
قد الاقي بعض الاستحسان من بعض الناس، وده اللي هيخليني اعيش هادي وسوي، ومش بدور دايما على الكمال، ومش بدور على مش بنهار لما حد ما يحبنيش او حد يعترض على اللي انا بعمله. ما يفرقش معايا مين غضب ومين زعق ومين صوت ومين هاج عليا، لان في الاخر انا مش لازم ارضي الناس كلها. طيب اعمل ايه؟ ابتدي عارفين ازازه الميه بيبقى جواها هواء، فانا عشان املاها اطلع الهواء بره بملاها، يعني ازازه فاضيه جواها هواء ملاها ميه فالهواء بيطلع. تمام؟ فانا عندي في دماغي افكار لازم اشيلها احط مكانها افكار تانية، مش هعرف اشيلها كده واسيب دماغي فاضيه، لازم اريبليس حاجه بحاجه. الرفض بحسم وفاعليه هو خط دفاعك الاول ضد محاولات السيطره عليك واستغلالك، لذا فانت بحاجه ان تقول لا لبعض الناس. انت في فكره مسيطره عليك، هي انا ما اقدرش اقول لا، ولو قلت لا الناس هتزعل. لا لا، ده انا اللي بقول لك لا. انت لازم تبقى عارف ان خط دفاعك الاول هو انك تقول لا. كلمه لا مش هتنقص منك حاجه، بالعكس دي السلاح اللي انت هتقدر تستخدمه في مواجهه الناس. لما تبقى هويتك غير واضحه ده هيخليك وقاعد في مصيدة دائرة خفية تكون فيها عرضة للسيطرة. فعشان كده لو انت شخص تحت السيطرة لازم تحدد هويتك وتعرفها، لان وجودك بهوية هلامية هيخليك دايما واقع تحت سيطرة الآخرين أيا كان مين الآخرين دول. عشان تعرف عشان تعرف نفسك لازم تعرف فكرتك عن نفسك. أصعب سؤال هو أنت مين؟ إيه بيبسطك؟ إيه أكتر حاجة عايز تعملها؟ إيه الحاجة اللي عايز تحققها؟ المهم إنك تعرف حدود شخصيتك وطموحاتك ونقط ضعفك ونقط قوتك. كتير مننا بيعرفوا نقط ضعفهم وفي كتير ما بيعرفوش نقط قوتهم. الحاجات دي بتساعدني إن أنا أرسم صورة واضحة عن نفسي. حاجة كمان باجي أخد قرار، المفروض إن أنا أبقى معتمد على قراري، ولو أنا عايز أخد نصيحة حد أشوف 1 أو 2 من اللي بثق في رأيهم، مش أبقى إنسان هلامي بالمنظر ده. أبقى عارف دايما إن أنا صاحب القرار، وإن أنا مفيش قوة خارجية عني هي اللي بتسيرني، أنا اللي باخد القرار بنفسي وأنا اللي مسؤول عنه. أخيرا كل ما نحتاج إليه هو الشجاعة، فهي الشرارة اللي بتشعل عملية التغيير. لما ال4 كيسز راحوا علشان خاطر يتعالجوا كنا قلنا عليهم في الأول، كان العلاج في أول حالة خالص البوب وساندي قالوا لهم قال له انت لازم تقول لساندي ان هي تحجز اول طياره وترجع على البلد اللي هي جت منها. فقال له انا مش هقدر اقول لها كده. قال له لا انت لازم تقول لها كده علشان ده الحل الوحيد اللي هيخليك تستريح وهي تستريح. الحقيقه ساندي رجعت مع اول طياره بعد ما عيطت وصوتت وانهارت، بس هو رجعها على اول طياره وقال لها انك انت كده هتستريحي وانا كمان هستريح. وهو فعلا بعد كام شهر اتجوز واحدة تانية في مجال شغله وبقوا مبسوطين جدا. تاني حاجة كانت الأم والبنت اللي هي كانت معاها. الأم حست إن هي مفيش فايدة من اللي بيحصل، وإن هي عمالة تضغط وبعدين كان اسمها إيه، سالي، لما خلفت حست ان هي بنتها محتاجة تتعرف اكتر على عيلة باباها، فابتدت تقعد مع عيلة باباها وتحدد يوم الجمعة، جمعة هنا وجمعة عند مامتها. فالام قالت انا مش رايحة عندهم، انتوا تاخدوا من الحتة دي هاتها لكم تاني. سالي وجوزها كانوا المفروض يقضوا كل جمعة عند مامتها. سالي قررت تخرج من سيطرة الام وتروح جمعة عند مامتها وجمعة عندها في البيت عشان تعزم أهل جوزها. فالأم اعترضت وابتدت تمارس السيطرة، الضغط والعياط. ابتدت سالي تقول لها بصي أنا هعمل كده، أنت عايزة تيجي اتفضلي، مش عايزة تيجي براحتك. فالأم ما جاتش، أختها جت، والأسبوع اللي بعديه باباها قال لمراته أنا مش هقدر أفضل منفصل عن بناتي، أنا كمان هروح. فابتدى الأب يروح، فالأم ما لقتش حل غير إن هي كمان تروح.
التالت كان مثال ابتدت تستسلم. صحيح احيانا من وقت للتاني بتحاول تضغط، بس all in all ابتدت تستسلم. بعد كده كان السمسارة، هي سابت الشركة دايركت لما عرفت كده واشتغلت في شركة تانية، وعرفت ان هي خدت درس، والوقت اللي فات هي مش هتستفيد بيه في حاجة، مش هينفع انها تندم عليه. قالت لنفسها ان دي فترة اتعلمت منها ازاي تحط حدودها مع الناس، وازاي توقف الاشخاص عند حدهم. واخر مثال المراهقات، البنت انفصلت عنهم وقررت انها تشترك في رياضات تانية، فلما اشتركت في رياضات زي اللي كانت بتمارسها وهي في بلدها ابتدت تعمل اصدقاء تانيين، وشافت ان مش لازم ادور دايما على الناس المشهورة علشان ابقى معاهم وابقى باينة، فاتخلصت من السيطرة. دي كانت نهاية الكتاب. ميرسي.